دكتور، بالنسبة للبروتين أو اللحوم أو الفراخ بقدر أكلها ده بعد قد إيه؟ سؤال مهم جدا يا رنا، لان البروتين بيبقى فيه مشكله في الهضم ما بعد الجراحه، والبروتين عنصر اساسي انا لازم اهتم بيه في مرحله نزول الوزن، لان انا لو خسرت البروتين معنى كده ان انا بخسر الكتله العضليه بتاعتي، معنى كده ان انا هدخل في مرحله ثبات الوزن سريعا. البروتين ده في المرحله الاولى دي بنجيبه منين؟ انا في مكملات غذائيه او في مكمل للبروتين بنضيفه، او العيان المفروض ياخده يمشي عليه اول فتره لحد ما يعرف يرجع تاني ياكل البروتين الطبيعي ويهضمه. بقى فترة قد إيه يا دكتور؟ غالبا من 2 ل3 على حسب استجابة المريض معايا للأكل، كل مريض طبعا مختلف عن المريض الآخر. برجع بعد كده آكل طبيعي بعد ال3 طبيعي جدا طبعا، عن طريق دكتور التغذية بيدربك على الأكل ازاي، وازاي تدخل الأكل بالتدريج، وايه الكميات اللي المفروض تاخدها من البروتين وبقية المعادن والعناصر الغذائية. دكتور، بعد العملية أنا بضطر أمشي على نظام غذائي معين بقية حياتي؟ طبعا ده أساسي، لازم العادات الغذائية تغير، أو إن يكون عندنا طريقة معينة إن أنا أغير بيها العادات الغذائية المرحلة اللي هي ما بعد جراحات السمنة، لأن أنا وانس إن أنا رجعت لخبطت تاني، مش معنى إن أنا عملت العملية إن أنا مش ممكن هرجع أزيد في الوزن، بالعكس بتحصل زيادة من الوزن.